بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة تربية العجول الجاموس للوصول لأعلى وزن. في البداية صلى على الحبيب محمد، لايك الفيديو والاشتراك في القناة علشان كل الناس تستفيد. رقم واحد، بعد فطم العجول من اللبن يجب تقديم عليقة عالية البروتين. رقم اتنين، يجب أن تحتوي العليقة على نسبة كبيرة من الفول والذرة الصفراء. رقم ثلاثة، يجب تقديم علف أخضر بكميات معقولة. رقم أربعة، يجب التحصين المستمر ضد الأمراض الفيروسية المنتشرة. رقم خمسة، يجب أن تضم العليقة الفيتامينات والأملاح المطلوبة. ستة، يجب تقديم التبن بكميات قليلة. رقم سبعة، يجب إعطاء العجول الفيتامينات والأملاح لزيادة شهية الأكل. رقم 8، ترقيم العجول وقياس درجة حرارتها وعمل بطاقة صحية لكل منهما. 9، يتم حقن العجول بأدوية رفع المناعة لرفع الحالة المناعية للعجول مثل فيتامين ه وباء وفيتامين ألف. رقم 10، يتم رش العجول بمضادات الطفيليات الخارجية الآمنة مثل البيوتكس في يوم مشمس. رقم 11، يتم تجريع العجول ضد الديدان الكبدية. رقم 12، بعد 3 أسابيع من استقبال العجول يتم تحصين العجول بلقاح البستريلا. رقم 13، التغذية تمثل 70% من تكاليف عملية التسمين والتغذية الجيدة المتزنة. رقم 14 والأخيرة، الرعاية والنظافة تمثل 30% من نجاح دورة التسمين. فضلا منكم إخواني لايك الفيديو والاشتراك في القناة علشان كل الناس تستفيد. شكرا لكم يا أحلى متابعين في العالم كله.